السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب بنات، اخباركم شو مسوين؟ وياكم اليوم فارس من سيرفر مبدعين العراق. طبعا السيرفر كلهم سووا عليه حلقات تعريفية، الا اني قناتي مثل ما تعرفون قناة جديدة وبعدني ما عندي مشتركين، وشوي شوي ان شاء الله بدعمكم نصعد. فمثل ما تشوفون انتم شفتوه بالسيرفرات شنو؟ الله سهل. شفتوه بالفيديوهات مال ولد مال احمد مال نديم مال علاوي مال تمير. شفت السيرفر مالتنا وشفت الشغلات اللي بيه. طبعا هذا البيت هذا بيت احمد. بيته فلشناه هجرناه خطية وعطيناه هذا البيت. ذاك محل بنيته جديد، اللي يريد يطلب طلب يروح يحطه هناك ويحط المقابل مالته، واللي يريد يروح يجيب له الأغراض اللي يرادها وياخذ المقابل. طبعا هذا بيت نديم، ما ادري منه فاتح الباب، قبل شوي كانوا طابين سيرفر. هذا بيت نديم. طبعا يدرون شباب مجاكل اكل ماكل جوا دا نجيبه. رحت سافرة يلا جبت اكل وجيت. هذا بيت نديم. قلت المزرعة الأوتوماتيكية هيجي يعني نديم سواها انه مال تحط بيها بقر، إذا تكاثرهم وتشويهم رأسا. بس ما أدري يمكن ظهر أكو بيها عطل وشاهد البقر. بيت علاوة ما أقدر أشوفكم يعني، ظهر بيت علاوة يريد يصور بس أشوفكم هيك من بعيد كشكل من بعيد. هذا هو من جوا داخل ما دواخل هالسوالف على أصوركم يعني. هذا الموب تراب مالتنا الجميل، عرفناه حاليا صار عندنا سبونر. هاي مزرعتنا الجميلة شوفوها، عبارة عن جزر، ما أدري هنا يرضعون أرانب حاطين جزر بوتيتا وخبز. أرسلوا شباب أنا ناصر اسماء. وهذا قصب سكر. أوكي. طبعا هاي هنا اللي يريد شغله ما تطلع اسمها، ما ادري الشباب ما يستعملوها، ما اعرف ليش الشيء. اذا شافوا الشباب الفيديو شباب استعملوها يعني. اذا الشيء ما تريد يتصور اكتب هنا سوي لك ساين وحط القطعه هنا، اكتب مثلا لا تصور بيتي، لا صور فلان مكان فلان مكان. هذا ما بترابنا جميل، جميل لدرجه مو طبيعيه انه اي. انا كنت معلق طبعا. طبعا شوف الانفنتوري مالتي كان طالع سفره باجي بغراض. هذا دروي راح السفره شكبرها. اشوفكم الباب همينه. شوفوا شباب هاي كلها رحت لهنا كلها جيت. وصلت هنا لقيت المعبد، هذا المعبد. شوف شباب هذا المعبد وهاي القرية. وصلت هنا أنا آخر طقة في روحي، وصلت هنا تقريبا الإحداثيات كانت 4000 وشوية هيجي. هي الزت مثل ما تشوفون فوق مكتوب 4089 والإكس 25. إحداثيات جميلة. طبعا هنا هذا سويناها سكة، نريد نسوي سكك كريبر. افلت 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 موافق. أنا معلق الكريبر راح ينفجر عليه طبعا. اخ شباب طبعا لا تعرفون الانترنت مال العراق نت جميل جدا. هاي عندنا 4 سكك ان شاء الله راح نسويهن. سوينا واحدة من عندهن عفوا. سوينا واحدة من عندهن اللي هي رايحة قبل من هذا السبونر. هذا هنا هذا ما شاء الله كان عندنا علاوي، علاوي ما عنده ميني ماب وموديل يندل شي. فسوينا هاي حتى الميندل يصعد هو توديه قبل. هاي بعد مشاريع مستقبلية ان شاء الله نسويها. طبعا مخزن انا بنيته بس ما سويته لحد الان. هذا مخزن عام للشباب يعني اللي يزيد ريت خشب هالسوالف ياخذ يبني يكمل وبعدين يرجع ينزل اغراض. بعدنا اكو بيه تشكيلات داخليه وشوي نعلي لي فوق يصير طاب باين لانه الشباب اللي هيجون ما شاء الله راح اسوي كم اغراض. طبعا هاي كلها اغراضي. انا اغراضي الوحيد اللي بيصير اغراض بكل كان. ها صناديقي دنيش، صناديقي صندوق دنيش، لا دنيش مو مالتي، دنيش فلش الجبل. هاي صناديقي وهذا الغراض بكل مكان. طبعا هذا بيتي شباب، هذا بيتي بنيته يمكن شفتوه الشباب مصورين. انا معلق احلى شي انه الزومبي يجيني يلا ابدا ارمي عليه يسار. هذا بيت الشباب مثل ما شفتوا عبارة عن كابلستون وخشب مال الغابات هاي السوداء. مو هاي طبعا شباب، مو هاي الغابات السوداء، مو هذا الشجر الاسود. الغابة الظلمة تصير ما شاء الله السكeleton الزومبي بيها بيموت من قلة الشمس. عنكبوت لا هذا عنكبوت. ها تجي هنا هذا البيت مالتي. هذاك طبعا ابو شقيرة. وين ابو شقيرة؟ هذا ابو شقيرة طبعا. هذا ابو شقيرة شفتوه بالفيديو القديم. هذا احصان علاوي وهذا احصان نديم ابو سكيب. هذا ابو سكيب لو شو اسمه ابو داود ما اعرف. ابو سكيب الحمار ابو سكيب الحصان. المهم هذا الطابق الثاني مال البيت من الناس علوله كلش مباني طبعا بعد البيت. يا دوب هنا هاي بدي اسوي غرفة مال نوم بس بعد ما نكمل مواردنا شوية. جبت موارد شوية بس ما تكفي. بس ما شاء الله احنا كابل ستون وخشب بس. طبعا دايموند ما دايموند جبنا اكيد وتشوفون اسلحتي وغراضي بس دايموندنا مو هواية يعني.
هذا من الطباب، والباب الثاني من هناك. هذا المطبخ هنا مطبخ، سويت هيجي بعد ما نكمل يعني يراد شوية كبر وتوضيحات شوية جديدة هسه. هنا قاعدة، بس هاي القاعدة راح تنشال، راح اصير كراسي ان شاء الله هنا، وراح اسوي شلون تلفزيون هيجي، وتصير ورا ممر من هنا. هذا الممر هو راح يتغلف كله بكاربتس، يصير قاعدة وتلفزيون وسوالف. سنجي هنا، هذا المخزن مالتي. طبعا هذا كوارتز، وهذا مو كوارتز، هذا بلوك مال العظام شباب. هذا العظام اللي يعرف يسوي العظام تحولها الى بون ميل كل 9 مثل ما تشوفون طرد من اللعبة. الله، شوفوا شباب مثل العراقي شلون. خلينا نشرب شاي بين يطبوا من اللعبة. آه شباب بس شوفوا الشعور الجميل. شباب اطلب لي السيارة وارجع لكم. اوكي باقي يا شباب رجعنا لكم. طبعا النت جميل بعد ما صلحنا النت الجميل مالتنا ورجعنا. يعني طبعا انا عندي بورج، بس ابو بورج يعني باب النجار مخلع المفروض. هسه المهم نجي شباب مثل ما قلنا هاي العظام تحللهن كل 9 ميل ينطوك اسمها بلوكة واحدة. فسويتها عبارة عن عظام مال سكيلتون. احنا عندنا سبونر مال سكيلتون وما شاء الله، فالعظام عندنا هواي. هنا سويت مال بوشينات، يعني تجي هنا دوس كلوك يمنى هاي البوشينات، بس هنا ما مصنع بعدني. هاي عبارة عن تخلي باودر لها بليز باودر، تخليه وتخلي شوف شو تريد انت البوشن اللي يعجبك حطه صنعه. هنا طبعا هذا مخزني. طبعا شباب قبل ما اشرح لكم هذا عبارة عن كان كهف، يعني عبارة عن كهف. انا صلحته جوا البيت وكملته، بس اكو بعض مثل ما تشوفون بالميني ماب ما شاء الله الكهف اللي بصفه بعدني كله ما مشى معاه. شلنا الموارد كلها، بس ما كان عندنا يعني موارد كافية انه نسوي مثل ما شفتوا بالفيديو مال اميرة ومال نديم. ننزل بشمعانة واحدة خليها بيدك. هاي ايش يسوي عندي شمعانة، ما عندي شمع. هذا شمع، نخلي شمعاية هنا نمشي ونضوي. هاي طريقة اسويها بالاوبتيفاين. هذا عبارة عن هنا هنا احرق واسوي. هاي صناديقي طبعا ما شاء الله حدق. والله عندي خشب، شوفوا بعدني خربطة بصلحها. شباب هاي البلوك تجيبها تدرسها منين. هاي البلوك تجيبها بالسكتاج. هذا الاكس مالتي بلمسة الحريري هي السكتاج. تقدر تشيل بيه الفطر. المشروم موجود هو كبر. هسه اشوفكم باخر الفيديو اشوفكم شلون الطريقة اللي تكبر بيه الشجرة مال الفطر بسرعة. اندر تشيست مالتي هاي مواردي. شوفوا شباب هاي مواردي، نضيف ويا هذا، نضيف الجولدن ابل. بعد شنو عندنا ايمرالد. طبعا الايمرالد اني لقيتها تقريبا من عند هاي البلوك، تقريبا لقيتها بالكهوف. وهذه لقيتها بالجسمين المعابد اللي رحناها. طبعا لقينا 4 معابد، نديم لقيت 3 وانا لقيت 1. بعد شنو عندنا هاي غراضي. شوفوا والله تطويرات حلوه. هذا علاوي سوالي والله. كنا بالنذر وعلاوي دفعني من فوق وقعدت باللافا وراح الغراضي كلها. فعلاوي انه حب يرجع لي شويه من الاغراض. صنعنا هذا السيف مثل ما تشوفون غير قابل للكسر. هلاك المفصليات ايفي النهب 3 احراق 1. وصنعنا هذا البيكاكس تطويراته كارثه، غير قابل للكسر 3 وثروه 3. كفاءة به يعني اقوى شيء بالبيكاكسات. انا عندي واحد ثاني هذا السلكتاج هم كفاءة 3، بس هذا شويه ندمجه. نسوي لنا واحد كفاءة 3 يعود بعدين ونشوف. هذا لمسة الحرير همين قابل للكسر، بس هذا ما بيه كفاءة يعني ما يكسر مثل هذا. شغل مالتي كفاءة به غير قابل للكسر، يعني شغلات زينة، لا هي قوية ولا هي مو قوية. طبعا ما خلت خروف، ما خلت بقرة، ما خلت دجاجة بطريقي بالسفر اللي سويته قبل شوية. ما كلها كتلتها حتى بس اجيب اكل اللي ناكل ماكو ما شاء الله. شوف ناكل بوتيتا مجبورين شو نسوي. لحد ما نسوي لنا مزرعة. نديم سوى لنا المزرعة ما ظهر بيها عطل وشالها. كان عندنا مزرعة لي قدام بس اضطرينا نشيلها. مزرعة شنو؟ ايه مزرعة مع حيوانات عادي. خل شوف شباب الله اسمع. هنا طبعا احنا نسوي بوابة نذر برا، بس انا سويت لي واحدة بالبيت هيك يعني فيكات دروب. هنا بوابة مال نذر هنا بسويها. ونشوف هنا اخلي شغلات مال النذر. اذا لقيت نباتك تقتل الزومبي تقتل سكيلتون هاي نادرة ما تطلع لك. اذا طلعت لي روس يمكن اسوي هنا في المكان هيك اخلي بيها روس، او شوف شو نسوي هنا بعدين اذا ما طلعت لي روس. الله كريم. هنا طبعا هاي الغرفة مال او طلع خلنا نحطه. هاي الغرفة مال اللي تصنع من عند البوشينات. بس شوف اللاج حلو. بعد الشباب شو يقول لي اوبن ال اوبن جي ال ايرور اوبن جي ال ايرور موتني. المهم يلا خلينا نضل على اللاج هذا ونكمل تصويراتنا لانه يفتح من عندنا اللاج. شفتوا هالغرفة هنا، شفتوا مخزني. سنجي هنا غرفة النوم الجميلة.
طبعا بعدها ما كامله، لا أحد يقول لي شنو هاي وشنو هاي غرفه نومي. شباب انترنت الجميع. ايه يا شباب احنا شفتوا كل شيء وذاك تليفوني حاليا ما ادري شنو الموضوع. فنحن وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسونا باللايك والشير بدعم مالتكم وبدعمكم احنا نستمر. يلا شباب باي باي.